اخترتك يا وطني سرا وعلانية، إني اخترت. الأهلاوية عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هي دي بقى التقديمة القديمة اللي كنت بقدمها من سنة 2021، ايام ما كان القناة الأولانية اللي هي النسر الأهلاوي، اللي طبعا بدأت بيها وكان ربنا يكرمني فيها، لكن كل حاجة راحت، فالحمد لله بنعيد هيكلة من أول وجديد. في حاجة كده، في كام حاجة كده أنا لازم أتكلم فيها بخصوص المدير الفني جوزيه جوميز. ورد من بعض الأنباء إن جوزيه جوميز هو المدير الفني لنادي الأهلي، هيبقى هو المدير الفني. كان في تفاوضات كويسة، بس المدير الفني قدم اعتذاره نظرا إنه قال لك أنا مرتبط مع نادي الفتح السعودي، اول ما ينتهي العقد معايا لو جددوا اهلا وسهلا، ما جددوش خلاص برجع لمصر وارجع للدوري المصري تاني، ادرب اهلي زمالك اسماعيلي مصري بيراميدز اي نادي يعني عموما. يعني لو نستناك بقى نستناك يعني على بعد 3 شهور ولا 6 شهور، ولا مدة العقد بتاعتك هتنتهي لغاية امتى وممكن تتجدد، ويا عالم ندور على مين. في حاجة تانية كمان لازم اتكلم فيها، في مدرب تاني والله ما فاكر اسمه سيرجيو كانسياسو. سيرجيو كانسياسو هو المدرب البرتغالي اللي كان مدير فني لنادي انتر ميلان الايطالي ونادي بورتو البرتغالي سابقا. كان في مفاوضات ما بين الثنائي دول، واحد طبعا رفض، مدرب الزمالك السابق جوزيه جوميز، والتاني رفض قال لك عشان انا ما بحبش التجربة في مصر، احب اجرب التجربة في اوروبا واكمل ابداعي في اوروبا. ماشي مفيش مشكلة، عايز تكمل براحتك. بس هنا بقى السؤال المهم لمجلس ادارة النادي الاهلي الموقر الجميل، اللي طبعا هيعمل ايه لحظتها. انت عندك كلا حالتين، كلا الاولانية كمل بالمدير الفني عماد النحاس لغايه نهايه الموسم لو ما لقيتش بقى مدرب عدل والسي في بتاعه كويس، يا اما بقى تركز زي ما انت بتقول انا بركز على حاجه مهمه، انا بركز على ان انا بجيب مدير فني يرضي النادي الاهلي ويرضي الجمهور ويكون اداؤه ممتاز ومستواه ممتاز ويعرف يجيب بطولات والشغل ده. انا لو اجيب بقى مدرب، انا بقى يعني كان اتعرض على اسمه روجر شميت المدير الفني الالماني اللي كان درب بنفيكا وكان تاريخ كبير واسم كبير وله عراقة كويسة جدا في التدريب. طب ما اجيبه وانا اخسر حاجة؟ اجيبه، ما اجيبه يا جدعان، يعني بجد والله ادفع فيه فلوس يعني فوق 6 مليون ولا 5 مليون ونص لو انت معاكش جيب حاجة بقى زي كولر، زي موسيماني، زي فايلر. جرب بقى من المدرسة السويسرية، لان المدرسة السويسرية الموسم ده هي اللي بتكتسح، هي اللي بتنجح. المدرسة السويسرية دي نجاحها نجاح كبير جدا، عشان تكونوا عارفين المدرسة السويسرية في التدريب أصبح ليها نجاح، مش زي المدرسة البرتغالية. البرتغالية كان زمان هي الأقوى، دلوقتي في يعني برضو بس مش أقوى من المدرسة السويسرية، فيها مليان نجاحات كتيرة والشغل ده. فأتمنى من إداراتنا الموقرة إنها تركز على المدرسة السويسرية والمدرسة البرتغالية، بس السويسرية أكتر لأنه أنت جربت 2 سويسريين، فايلر ومارسيل كولر. فأتمنى من إداراتنا الموقرة بإذن الله إنها تخلص موضوع المدير الفني بأسرع وقت ممكن، لو هي بقى ايه، بس مش بأسرع وقت، يعني هي بتدور على مدرب يكون كويس. اتمنى بقى بعد البحث الطويل والشغل ده تلاقي رقم كويس، مدرب كويس يعرف يبني فريق كويس، يعرف يخلي قيمة الفريق اللي بيمسكه يكون قوي. بس ان شاء الله بقى بكرة ماتش مصر واثيوبيا، هنطلع ان شاء الله في فيديو جديد بعد الماتش على طول باذن الله، نحلل بقى الاداء بتاع الماتش والتقييم للعيبه والشغل. اشوفكم على خير ان شاء الله وفي حلقه جديده من قناه النسر الاهلاوي. اشوفكم على خير، سلام.